ففي مسألة الصحابة فإن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية يتولون جميع الصحابة بلا استثناء، كل صحابي فإننا نحبه، ولمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 60 سنة، كما جاء في الأثر عن بعض الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصف المد. والله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قال في آخر الآية في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن خصائص أهل السنة محبتهم لجميع الصحابة، وأنهم يتولون الجميع ولا ينتقصون صحابيا من الصحابة مهما كان، لا ينتقصون. وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم مما اجتهدوا فيه، منهم من كان مصيبا فله أجران، ومنهم من كان مخطئا اجتهد رغبة في الأجر وتحريا للحق فله أجر واحد. وهكذا كان الأمر في الخلاف ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية، فيرى رضي الله عنه، فإن أهل السنة والجماعة يرون هنا أن علي رضي الله عنه هو المصيب وهو الأولى بالحق، وهو الذي يجب على الناس إذ ذاك الالتزام به، ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا فله أجر واحد على اجتهاده. ويرتبون الصحابة أن الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يتنقصون أحدا من الصحابة البتة. كذلك منهجهم مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأخصهن خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فإن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أمهات المؤمنين ولا يذمون امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشهدون أنهن زوجاته في الآخرة كما كن زوجاته في الدنيا عليه الصلاة والسلام. كما قال جل وعلا في وصف النساء: وأزواجه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهن أمهات المؤمنين، والأم لها حق. صحيح أنها ليست أم في المحرمية، فليس الصحابي محرما لها، فهذا أم في الحق، هذا أم في الحق وفي تحريم النكاح كما هو معلوم. أما أهل البدع فتجد أن الخوارج يكفرون بعض الصحابة. من الذي قتل عثمان؟ الخوارج. من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ الخوارج. أفضل رجلين في زمانهما عثمان وعلي يقتلان تقربا إلى الله جل وعلا. هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ يأتي بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا وكان متعبدا من الخوارج الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ما أعجبت التصرفات علي رضي الله عنه، فسعى واتفقوا على أن يقتل 3 منهم علي، فقتل علي، فآتوا إلى بن ملجم ليقطعوا رأسه، فقال: إني سائلكم ألا تقطعوا رأسي مرة واحدة، بل قطعوا أطرافي شيئا فشيئا حتى ألتذ بتعذيب بدني في سبيل الله جل وعلا.
يعني أعظم من هذا الرغبة، أعظم من هذه رغبة في رضا الله جل وعلا. لكن هل هم رضي الله عنهم؟ لا، بل هم كلاب أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. مع أن عبادتهم عظيمة. اسمع كلامه، حتى أتى الخارج الثاني يمدح هذا الذي قتل علي، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. يقول أن أوفى البرية عند الله ميزان هو الذي قتل علي. هذا ضلال مبين، مع كثرة العبادة ومع كثرة الصلاح الظاهر، لكنهم كلاب أهل النار. لما؟ لأنهم لم يلتزموا نهج الصحابة رضوان الله عليهم. فالطريقة الأولى والجماعة هي الفرقة الناجية، ومن عداهم لا شك أنه متوعد بالنار ومن أهل الضلال.